السلام عليكم. تخيل في الأيام الجميلة دي والزمن الجميل ده ربنا وهبك ميزة وموهبة خلتك تعيش ملك وسط الكائنات التانية، تملك الغابة باللي فيها. ظهورك بس كي يخلي قطيع من الجاموس يجري، أفيال تجري، غزلان تجري، وحمير وخنازير برية. ملك حقيقي، متجوز ومخلف ومبسوط. صحيح مش عايشين في بيت في التجمع، ولا انت عندك حمام مية سخنة وبتتعب لغاية ما تلاقي أكل، بس برضه ملك. كاريزما طاغية، إبداعك نابع من غريزتك وشخصيتك وتفكيرك. انت في كل حاجة طالع طبيعي، كل حاجة فيك أورجانيك. جالك بقى واحد لابس بدلة وبيبتسم لك وبيقولك انت مميز جدا وشغلك ما شاء الله عليه، واحنا عايزين نستغل الميزة دي عندنا في الشركة عشان نكبر سوا، وهنديك لحمة وسكن كده فور فري من عندنا، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي وبونص. ها، اتبسطت؟ يلا بقى عشان نمضي على العقد. ثم تبدأ بقى أول يوم شغل في الشركة اللي هي السيرك ما بين قوسين. تتصدم إن كل اللي موجودين شبهك، كل اللي كانوا موجودين كانوا ملوك في يوم من الأيام، كلهم من فصيلتك، رايحين جايين بيشتغلوا حواليك، بيصوروا ورق ويمضوه ويطبعوه، وانت مش فاهم هل ده اللي هيكبر الشركة؟ هل وجودي هنا ليه إضافة مهمة للشركة؟ هل العصافير اللي موجودة في المكان هنا مفيدة؟ ثم يظهر لك بقى مع الوقت السواد الأعظم على هيئة مديرين مدربين. هتتعامل بنرجسية، هيتم فرض السيطرة عليك من حد كان في يوم من الأيام فريسة، وانت هتكون مضطر انك تستحمله عشان خاطر لقمة عيشك ولحمتك، وخوفا من القرباء. اللي هو جو انا كنت ملك ده انساه خالص. هنا في شغل، في تقييم، في بصمة A و B و C علشان البونص يا مولانا. في الكلام بقى اللي نصه انجليزي عشان احنا ناس مثقفين، طبعة اوامر وتقدير فقط لا غير. توب ايرجنت، الكاستمر، ابعت الشيت، خلص الشيت، قطع الشيت، كل ده عندنا. في ميتنج، في كوارتر، في سايكل، في اوديت، كل ده موجود. مع الوقت بتتحول لترس بيشتغل في مكنة كبيرة جدا، آلة مطلوب منها تفضل دايرة كل يوم، كل يوم شغل، كل يوم صحيان بدري علشان التارجت والتدريب يا عمنا. كل يوم بيتم شفط روحك ببطء. موهبتك دي بقت شيء ثانوي، بقت شيء عادي. كل زمايلك الموهوبين بقوا مجرد تروس، آلات. وفي يوم من الأيام هتلاقي نفسك بتجري بسرعة عشان تلحق البصمة قبل الساعة 9 صباحا، وفي ايدك كده الكابتشينو اللي هو انت جايبه من ستاربكس، وعلى ظهرك شنطة اللابتوب، النموذج المعروف للعبودية في العصر الحالي. هتلاقي كل يوم عندك ضغط شغل، ضغط شغل. نضغط شوية نفسنا يا جماعة في الشغل. ويا سبحان الله، الشركة كل سنة بتمر بظروف صعبة، ومفيش شركة في الوطن العربي ما بتمرش بظروف. ده بقى كتالوج محفوظ في أي شغل. معلش نضغط نفسنا شوية يا جماعة، مع ان مديرينك بيضغطوك عشان مديرينهم ضغطينهم عشان يكونوا من المقربين. هتلاقيهم كده طول الوقت قاعدين على البحر بيشربوا سجاير بالقميص المشجر والشورت. شغلهم غير شغلك، الشغل بتاعك ده للي زيك. معلش هنشتغل شوية في اوفر تايم، هنسهر شوية، محدش هيمشي قبل ما الشيت يخلص، قبل ما الاوردر يخلص. معلش تعالى على نفسك شوية علشان خاطر العيال، عشان خاطر اللحمة، عشان خاطر السكن، عشان خاطر العيال اللي بتاكل فشار جوه القفص. خلص شغلك وتروح بيتك مهدود، وهو للأسف عبدك مقابل الكام جنيه دول. وتاني يوم تصحى تروح شغلك في نفس الميعاد بنفس السيناريو، ويجي عليك وقت كده في نص اليوم تاخد لك نومة كده او تعسيلك من كتر التعب. مش همك بقى مين مركز معاك ولا مين شايفك، المهم عندك انك ترتاح. الشغل زي السيرك، والسيرك زي الشغل، استعباد تحت مسمى اكل العيش. شغل دايم، شغل مستمر ما بيخلص، تهديد بقطع العيش، تارجت ومديرين. بس الفكرة ان في الشركة انت بتعذب بني ادم قادر يشتكي ويتكلم، انما في السيرك انت بتعذب حيوان لا حول له ولا قوة. ترميله حتة لحمة يتنطط، ما بيناموش. فكرة اتمنى ان هي تنتهي وما نشوفش المنظر ده تاني يا رب. السلام عليكم.